سعد الله مساكم كل خير. صلوا على حبيب اللهم صل وسلم على محمد. واشتقنا لكم، نسأل الله لكم التوفيق. اليوم معانا يوسف، حي الله يوسف. يا مرحبا. طبعا يوسف اليوم قال انا جبت لك قصيده، قلت تسلم، عطنا قصيده. الله يسلمك، الله يطول عمرك. وليش ويل؟ ايه عقيد الجفل بالخلل لغفال، الله اكبر. حاقبه بقطفه، في يمينك يسود، في شمالك مكوك واشبال. ابدرق السمو ايه سيدو تاني ما بدي اي غوال، للخسيسين والخسيس ما عنده اي مجال. رفقة خير، وجه الخير، عليك زود، صباح الخير. الله يطول عمرك. نصار للضعيف، شيال الثقيلة، فارس القبيلة، حبابك ان شاء الله في وشك وقفاك تلقاها عديلة. الله يطول عمرك وصح الله لسانك وبيض الله وجهك، الله يرفع قدرك. انا فهمت القصيدة، لكن في ناس يمكن ما فهموا تقريبا اول بيتين، الباقي واضح اتوقع. اول بيتين، اول بيت عقد الجفل بالخلل لغفال ده الصيد. يا الصيد هذا صيد معروف، هي شاعر. ايوه، وانت تقول عقيد، يعني انا يعني يا سلام يا سلام، عقيد القوم. ايه العقيد ده القوم، يعني ده العقيد حقين زي عندي، زي الدليل بتاع الصيد. ممتاز. ده العقيد حقين. وبقطفه ده السلاح. يا ممتاز. بقطفه ده السلاح اللي يقول في يمينك، يمينك يسود، وفي شمالك المكوك. ده عندنا الشيوخ، ايه ده اللي نسموهم مكوك نحن بالسودان. والاشبال ده الاشبال اللي هو الاسود الصغار. ايه. اما بدرق السيم سيدي داني ما بدي غوال، ده معروف بدرق، يعني على طول ما عنده اي غوال لاي انسان، ما في غوال. ايه يا سلام يا سلام، صح لسانك. اتحداك تحدي. إيه؟ على السؤال. إيه؟ لو جاوبت لك 500 ريال. ما شاء الله. ها لا تزعلك. جاهز؟ ان شاء الله. طيب. خرج رجل في مطر غزير. ايوه. وما عنده مظلة. ايوه. وشعره ما تبلل، كيف؟ ما عنده مظلة ومطر غزير وشعره ما تبلل، كيف؟ جاوب. 500 ريال. هذه والله لو تجي بجوجل ما يجاوب عليه. لا 500 ريال. طيب 1000 ريال. طيب ايش؟ جاوب. شعره ما تبلل؟ ايه ايوه كويس. اسمي شنو؟ ما قدرت. ما جت في بالك. ايه. الراجل اصلع. فكر يا زول، الالف راح يا زول، ما عنده شعر. مره عمرك اطلع. هز السؤال الثاني. ايوه. ترى اسئله بايخه جدا، يعني لا تفكر اني بجيب حاجات صعبه. طيب اسئله بايخه يا زول، بس شغل مخك شوي. ايوه. طيب السؤال يقول هذا بما انه سهل مره عليه 200 ريال. تمام. السؤال يقول شيء تستخدمه وكل ما تستخدمه يصغر. شيء تستخدمه وكل ما تستخدمه يصغر. صابون. مرة هذا على طول. والله سهلت، والله سهلت، والله ابشر بال200. مبروك عليك 200 ريال. انا ويوسف جالسين نسولف، فجبنا طاري الام. سبحان الله، مجرد انك تعطيها شيء تلقى دبل. عطنا السالفه. يا طول العمر قلت له كنا نسولف انا شوي عن البر الوالدين وما الوالدين. قلت له والدتك عاشق؟ قال لي عاشق. قلت له طول في عمره ويديها العافيه. امين. قلت له احسن فيه. انا صارت معي موقف مرتين. الوالده الله يديها العافيه ويجزاها خير وطول في عمرها خليها لي. امين. حولت لها مبلغ يمكن 1000 ريال. اقسم بنزلها 7 ورفعها 7. اني جاتني شغله ب 1600 ريال. ما شاء الله تبارك الله. الله. اعطيتها 1000 وهو جاتك شغله ب 1600. اي اقسم بالله. وبكل بساطه بدون تعب. ما ادري عنها. وبدون تعب. ما ادري عنها 1600. سبحان الله. ما مخطط لها كذا جات. سبحان الله. والمره الجايه برضه حولت للوالده والله جاتني شغله اقسم بالله دبل. والله ان الحال من بعضه. سبحان الله. دي معلومه. اي ها مجرد حتى ناس كثير يعرفون الشيء هذا. والله. تعطي الوالده سبحان الله تحس مشروع قوي. اقسم بالله. والله العظيم. شوف من غير الاجر اللي عند الله سبحانه وتعالى. اسعد مش قلت كده. انا طولي ذكرتها.
لانه اقسم بالله دي معلومه، اي انسان في الدنيا دي امه عايشه يكرمها، يسلم على رجلها. حتى اللي معايشه يقدر يبرها، إيه حتى اللي متوفي رحمه الله عليها خير يتصدق لها، يتصدق لها ويعمل اعمال خيريه مره يعني حتى الرسول عليه الصلاه والسلام حتى الاختيارات كثير جدا، تقدر إيه. تصلح لها بير، مرة. تقدر تتصدق لو كرتون مويه، دائما خذ معك كرتون مويه وتمر على اي احد عطاه على نيه امي، على نيه امي، الله يغفر لهم ويرحمهم. اي والله اي حاجه وانت امك عايشها كريمه. بس قصه اليمني اللي تقول اليوم انا طول عمري شغال في طرمبه حقت البنزين. حلو. جاه سعودي قال لي ابي بنزين ب 250 ريال عبي لي. طيب وانا ما معي كاش، ان شاء الله المره الجايه بجيب لك الفلوس. قال لي موافق، ما عندي مشكله. عبال وراح. بعد مشى هناك السكن الاخوان يطقطقوا عليه بيزرفك ومدري ايش، وبعدين بيخصموا عليه. قال لي ما عليه على الله. طبعا اخوان اليمني طقطقوا عليه، قالوا بيزرفك وكذا. ايه طيب في سكن الجماعه ساكنين. قال ما علي. شفتها زول قال له بطقطق عليك وبزرفك وعمك، بعدين بخسمينه قال ما عليها كده. حلو. يلا في نفس اليوم جاب بعد 250 ادى 500 ريال. سبحان الله دبل. إيه. قال لي ايش قصتك انت؟ قال لنا اي حاجه. الصباح الساعه تمشي الشغل بدق عليه، انا ماشي الشغل، جاء من الشغل انا بدق عليها اي حاجه. بعد جاء السعودي كلم امه قال لها والله لقيت اليمني كده كده، وحكى لي موقفه. قال اي حاجه يشاور امه في اي شيء. سبحان الله. ام سعودي قامت شالت الشنطه حقها اعطته 5000، قالت هذا ما يكرم امه الله بيكرمه، هذه 5000 امشي اعطيها اياه. سبحان الله. جاته 5500 ما شاء الله. قال جاته 5000 هذه يستاهل اعطاها. يستاهل. خليه يرسلها. تقول لي يا يوسف قلت لك شوف القمر ذاك مش جميل؟ جميل. سبحان اللي خلقه. على امك معاك زي العسل. اذا انت مع امك زي العسل اي حاجه ما الحياه دي ماشي لها تصير ايه يخلي حياه وشك زي القمر ده. الله. الله. خلي حياتك كلها حلوه. اي والله. ما تجي في الحياه دي قدامك اي مشكله، اي مشكله الله يحلها. اي الله مشكله اكبر. ما دام انت كرمتها. هي الوالده الوالد والوالده الرب الصغير سبحان ربنا صح. شوف انا بقول شيء مهم جدا. انا تجيني رسائل ان بعض الاحيان يجدون بعضهم صعوبه في البر. الطريقه سهله جدا مره سهله. كيف نفسك على الوقت اللي احنا عايشين فيه، كيف نفسك على جوهم. لا تقول انهم جو قديم، عيش جو قديم. احلى حاجه. نعم استمتع وارضهم وش اللي تبغون. نزل الجوال، ارمي الجوال، ارمي كل شيء، خلك معهم عيش معاهم. اعتبر نفسك انت الطفل وهم الكبار. نعم اعتبر نفسك جاهل، اعتبر نفسك ما تعرف شيء، وش يقولون سوى. يقولون تم. نعم فكيف نفسك على جوهم كذا انت لكن بتبرر. رايك شنو شوي في الناس اللي ما عندهم علاقه مع امهم وماشيين براي الحرمه ومهملين امهم، ويعني يجيها من الشهر للشهرين الله المستعان. ل5 شهور. نسال الله ان الله يهديهم. اي والله الله يهديهم. اي نعم ترى هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى. الواحد دائما يدعي الله يا رب رزقني بر ابوي، رزقني بر امي. الدعاء يا اخوان، الدعاء مهم جدا. عيونه تسلم عيونك. الله يسعدك ويسعدك. وما شاء الله تبارك الله لك محبين عندي والله عند الناس كلها. والله كمان انا احبه ترى. يعني هو من جيلي انا. لا مو جيلك. مو من جيلي انا، لا جيلك. احنا كنا نسمع كلام الجيل هذا فكان قريب لنا. الله يسعدك. انا احبه ترى، انا من زمان احبه وانا صغير. وانا ترى احبك الله يسعدك. اسال الله ان يجمعني بك بجد. امين ويسعدك ويسعد يا رب. انا حاب اشكرك الشكر لله. متابعينك على هذا البذل العظيم اللي قدمتوه المره الماضيه. الله يطول عمرك. وانا اقول ترى العطاء ما زال مستمر. الحمد لله ان الله شاء عز وجل يرجو